ازيك؟ انا تميم، صاحبك، وانت بتسمع بودكاست تميم صاحبك الانتيم. يعني ايه لوك ان ويعني ايه تقفل على نفسك؟ وسنة جديدة واهداف جديدة، وكله عمال يتكلم في ازاي تلوك ان وتقفل على نفسك ومحدش فاهم حاجة. انا ما كنتش فاهم حاجة زيك لحد ما جمعت كل اللي اقدر اجمعه عشان اجي اقول لك الخلاصة. بس الاول انا عايزك تتخيل معايا وانت قاعد في اوضتك والدنيا ضلمه، ماسك تليفونك، والمفروض ان ده وقت مذاكرتك، او الوقت اللي انت قلت ان انت هتتمرن فيه، او الوقت اللي انت قلت هتشتغل فيه على فكرة البيزنس اللي انت عايز تعملها بقالك سنة. اللابتوب مفتوح قدامك والشاشة بيضة والماوس عمال يروح ويجي، وانت حاسس بتقل في جسمك كأنك شايل جبل. فجأة ومن غير ما تفكر ايدك بتروح للموبايل، ابص بصة بس، تفتح تيك توك ولا تفتح ريلز انستجرام، اي حاجة، وفجأة تلاقي الوقت بيتسرق وتلاقي نفسك بتتفرج على فيديو لواحد بيصلح سجاد في الصين، وانت مستمتع ومنشكح قوي مع ان السجاد ملوش اي علاقة باهتماماتك. تعدي ساعة اتنين تلاتة، تليفونك يسخن في ايدك وعينك تزغلل، وفي لحظة بترميه بعيد عنك وتقوم وانت مش طايق نفسك، تبص لنفسك في المراية وانت متضايق، ويبدأ صوتك اللي جوه دماغك يشتغل. أنا ضيعت يوم تاني من حياتي، أنا ضيعت النهاردة ومعرفتش أعمل بيه حاجة، أنا فاشل، هبدأ بقى من بكرة، ومن بكرة نبدأ نشوف إحنا محتاجين نعمل إيه. وتدخل في نوبة جلد ذات فظيعة، وتقرر إنك من بكرة هتعمل اللي أنت محتاج تعمله النهاردة، أو اللي أنت أصلا كنت المفروض تعمله امبارح. والحماس بقى ياخدك والطاقة تطلع لفوق، وهتقطع مع الدنيا كلها وتمسح كل الابليكيشنز، وهتبقى وحش الإنجاز وأحسن واحد في الانضباط. بس الحقيقة انت بتصحى بكرة تاني وتعمل نفس اللي عملته امبارح ونفس اللي عملته النهاردة، وده ببساطة لانك فاكر ان اللوك ان عقاب، فاكر انه سجن انفرادي هتتعذب فيه عشان تتوب نفسك عن غلطاتك اللي انت بتعملها طول اليوم. بس خليني اقولك الحقيقة كصاحبك الانتيم وعلى اساس علمي، ايه اللوك ان وازاي تعمله بشكل صح. لان لما جيت دورت بشكل علمي، اللوك ان مش معناه ان انت تختفي من الدنيا ولا تشيل كل حاجة مرة واحدة. بس خليني اقول لك بقى كصاحبك الانتيم وبناء على اساس علمي، معنى اللوك ان بجد، اللوك ان مش معناه ان انت تختفي من الدنيا. اللوك ان هو انك تظهر بس لنفسك. اللوك ان مش معناه ان انت تبطل تستمتع بحياتك خالص، ولكن انك تخلي الدوبامين الرخيص ما يسوقش حياتك زي العروسة اللعبة. وانا مش جاي اديك كلام تحفيزي ولا جاي اقولك تعمل ايه وما تعملش ايه، انا جاي اديك كتالوج ازاي تقفل على نفسك سنة كاملة وتخلي السنة دي احسن سنة في حياتك. ومش علشان تبقى آلة، ولكن علشان ترجع إنسان حر كلمته ليها وزن ووقته غالي. والنهاردة هنفك شفرة اللوك إن، أو إزاي تقفل على نفسك صح. هعرفك كل حاجة، ازاي تبدأ وازاي تستمر وازاي تطلع من السنة دي شخص انت نفسك تحب تسلم عليه في المراية. طيب لو انت بتتفرج على انستجرام كتير فانت اكيد شفت كلمة لوك ان، او ان انت تقفل على نفسك. معناها ايه بشكل علمي وازاي نستفيد بيها ونطبقها على حياتنا؟ ببساطة ده معناه ان انت تركز، تقطع كل حاجة، تختفي. بس غالبا محدش قالك يعني ايه لوك ان بشكل علمي وازاي تطبقه في حياتك زي ما انت عايز تعمله. وفي الاغلب محدش برضو قالك ازاي تعمله من غير ما تحرق نفسك في النص. وبتكلم في ده بثقة لان انا كنت مكانك، كنت الشخص اللي هو هصحى الساعة 6 الصبح وهعمل كل حاجة النهاردة تبقى صح. في الاغلب ده ما بيحصلش طبعا. فخليني احكي لك ببساطة، اللوك ان مش ان انت تبقى آلة، مش انك تمنع نفسك من كل حاجة حلوة، ولا انك تعذب نفسك سنة كاملة. لان في وقت من الاوقات انا كنت فاكر ان ده المعنى الحقيقي ان انت تعمل لوك ان وان انت توصل للي انت عايزه، بس انا كنت غلطان. اللوك ان هو انك تدخل في حالة ذهنية جديدة، حالة انك تبقى موجه حياتك ومش منساق وراها. ومنساق وراها هنا بقصد بيها الدوبامين السريع اللي احنا كلنا غرقانين فيه. بمعنى اصح يعني انت اللي ماسك الدركسيون، مش الرغبات بتاعتك والمشتتات اللي حواليك والموبايل ولا الملل ولا الوحدة هم اللي سايقين حياتك. لأن أنا فاكر كويس قوي إن أنا جات لي فترة في حياتي كان مشكلتي إن أنا حواليا مشتتات كتير، distractions في كل حتة. عارف أنا عايز أعمل إيه وعارف المفروض أعمله إزاي، بس مش قادر أقاوم رغباتي.
رغباتي بقى في إن أنا عايز أنام، رغباتي في إن أنا مسحول على التليفون، رغباتي في إن أنا حاسس إن أنا محتاج أخرج. فأول جزء أنت محتاج تفهمه إحنا ليه مشتتين أصلًا، وأنا جاي لك من المستقبل عشان أعرّفك. خلّينا نكون صُرحا، إحنا عايشين في عالم مخصص علشان يشتتنا. كل حاجة حواليك هدفها إن هي تاخد من تركيزك وتشد انتباهك، بما فيهم الفيديو ده. الموبايل اللي في إيدك فيه social media، فيه إباحية، في dating apps، notifications، مسلسلات، reels، رسايل. كل الحاجات دي ليها هدف واحد بس، إن هي تشد انتباهك وتاخد من تركيزك. ولو انت تركيزك ما بقتش انت اللي متحكم فيه، فبقى سلعة لكل الحاجات التانية. والفكرة ان كل الحاجات اللي في الموبايل دي ليها هدف واحد وبتشتغل بنفس الطريقة، الدوبامين السريع. خليني اكلمك شوية عن الدوبامين. الدوبامين هرمون في المخ مرتبط بالحوافز والمكافأة. يعني من الآخر لما بتعمل حاجة حلوة مخك بيفرز الهرمون ده عشان يبسط نفسه، يكافئ نفسه. المشكلة في الجرعات السريعة الكتير بتبوظ حساسيتك وبتبوظ اهتمامك بالدوبامين. بمعنى أصح، كل ما بتاخد منه كتير قوي بتفقد اهتمامك بيه. يعني الحاجات السهلة ممتعة قوي، والحاجات المهمة بقت تقيلة ومملة. ولكن بالرغم من بساطة إن الدوبامين بيشتغل في دماغك، أنت ممكن بسهولة تشتغل على ده لصالحك. الفكرة مش إن أنت كسول، الفكرة إن مخك اتبرمج على إنه ياخد دوبامين سهل ورخيص بسهولة ومن غير ما يتعب. بعد ما فهمت يعني إيه دوبامين سريع، خليني أكلمك أكتر يعني إيه لوك إن بشكل علمي. اللوك إن معناه إنك ترجع لمخك قدرته إنه يفضل المكافأة المتأخرة أو ال delayed gratification عن المكافأة السريعة. بمعنى إن أنت تدرب نفسك إنك تستمتع بالحاجة الصعبة وتدي نفسك المكافأة بعد ما تخلص اللي أنت المفروض تخلصه. يعني تمرن مخك إنه يستمتع بالفعل ذات نفسه مش بالنتيجة. لما بتعمل كده انت بتقوي الجزء اللي في مخك اللي مسؤول عن التخطيط والتركيز، وان انت تظبط نفسك وتتحكم في ذاتك وتسيطر على شوية المشاعر اللي بتخليك بتجري ورا اي دوبامين رخيص حواليك وبتفقد السيطرة على نفسك. اي متعة فورية طول الوقت محتاج تقصها. وعلى قد ده ما هو تدريب لمخك، ولكن هو بيبدأ بقرار، ومش هتعمله في يوم واحد ولكن هتعمله بالتكرار لما تعود نفسك انك تاخد المكافأة بعد ما تخلص الحاجة اللي انت المفروض تخلصها. فمخك يربط ان هو هياخد مكافأة بعد ما يخلص الشغل اللي وراه، ايا كان نوع الشغل ده ايه. الحاجة التالتة اللي انت محتاج تفهمها النظام اللي انت هتمشي عليه. وانا مش هقولك تعمل ايه وما تعملش ايه، لان بصراحة دي حياتك وانت اللي المفروض تعمل ده لنفسك، مش انا ولا اي حد تاني. ولكن انت محتاج نظام يخليك منضبط غصب عنك شوية، حاجة تخليك انت اللي سايق مش انت اللي متساق. وما تسحلش نفسك، ممكن تركز على 3 حاجات السنة دي عايز تخليهم أولوية بالنسبة لك، هم دول اللي هتديهم كل وقتك وكل مجهودك. وشيل من دماغك فكرة ان انت محتاج تعمل كل حاجة في نفس الوقت عشان ما بتنفعش. تاني حاجة محتاج إن أنت تبقى فاهم يعني إيه يوم ناجح بالنسبة لك، أو اليوم المثالي بالنسبة لك ده عامل إزاي. دي حاجة أنت اللي هتحددها. اليوم اللي أنت هتتخيله في خيالك وده اليوم بالنسبة لك اليوم الناجح، هو ده اليوم اللي أنت محتاج تقرب ليه بأفعالك كل يوم، ولو حاجة بسيطة، تمرين، نوم كويس، بتشتغل على حاجة أنت بتخطط لها بقالك كتير. أيا كان أنت هدفك إيه، لازم تشتغل عليها بشكل بسيط كل يوم، وامشي بعقلية إن 1% كل يوم أحسن من اليوم اللي فات، هو ده اللي هيوصلك للي أنت عايزه أيا كان هو كبير قد إيه. محتاج تعمل وقت ثابت في اليوم للتركيز على الحاجة اللي أنت عايزها. الوقت ده لما بيبقى ثابت بيشيل من عليك عائق إن أنت تبقى مسحول في الحاجات التانية. يعني لو أنت مثبت لنفسك ساعتين كل يوم للتمرين للحاجة اللي انت عايز تشتغل عليها، بتشيل من نفسك وجع دماغ ان انت مسحول عشان تفضي نفسك وتركز للحاجة دي. طيب، والإدمانات الصغيرة اللي سحلاك طول اليوم، واخدة من وقتك، واخدة من طاقتك، واخدة من تركيزك. وعشان تعرف تخلص من ده محتاج نسمي الحاجة بأساميها الحقيقية: الإباحية، الماستربيشن، هدفك الدائم عشان يكون عندك علاقات سريعة وكتير في نفس الوقت. لازم تكون عارف ان دي كلها محاولات للهروب من حاجة جواك مضايقاك. ده سؤال انت الوحيد اللي هتجاوب عليه. ايه بقى الحاجة اللي جواك مضايقاك دي؟ دي حاجة انت محتاج تعرفها، ايا كانت هي: ملل، وحدة، قلق، احساس بالنقص. كلها
مشاكل، وكلنا عندنا نفس الحاجة. الفكرة إن أنت تبقى عارف إيه الحاجة بتاعتك وليه بتعمل الحاجة دي، عشان ده اللي هيخلّيك توقّفها، ومش هتتحل بإن أنت تكره نفسك خالص، ولا إنك تحلف إن أنت مش هتعمل كده تاني، عشان هتعمل كده تاني. هتتحل لمّا تقلل سهولة الوصول ليها وتزوّد بدائل صحية قوية مكانها. محتاج تزوّد رياضة، تزوّد حاجة تطلّع فيها الcreativity بتاعتك، تكتب، ترسم، تلوّن، تسمع أغاني، علاقات حقيقية وحركة وأماكن مفتوحة. تاخد دوبامين حقيقي مش دوبامين سهل ورخيص وموجود قدامك طول الوقت. وخليني اقول لك ان كلمة مش دلوقتي بعدين بتعمل سحر في الموضوع ده، لانها بتبرمج مخك ان انت ما تشتغلش على الدوبامين السريع دلوقتي وتأجله. لما بتأجله بتكتشف ان انت اصلا ما كنتش محتاجه. طيب ازاي تعمل كل ده من غير ما تتحرق في النص ومن غير ما تتهلك وتحس ان انت جبت اخرك وخلاص مش قادر؟ لو انت حاطط في دماغك ان اللوك ان معناها قسوة وسجن وان انت تعزل نفسك عن كل حاجة، فانت كده فاهمه غلط ببساطة، لان انت مش داخل حرب، انت داخل تبني. وعشان تستمتع باللي بيحصل محتاج تخلي نفسك طويل، تتعلم ازاي تريح قبل ما تتكسر، مش تريح لما تجيب اخرك، وتدي لنفسك احساس ان انت مختار ده مش مجبر عليه. لان دي الحاجة اللي هتخليك مكمل لفترة طويلة، ولما تكمل لفترة طويلة هتوصل للي انت عايزه. وانك تبقى فاهم ان الراحة مش ان انت تفضل تعمل سكرول عمال على بطال، وان جهازك العصبي محتاج يهدى شوية، يهدى بحاجات تديله دوبامين حقيقي مش دوبامين رخيص مستهلك. انك تمشي، تقعد في الشمس، تتكلم كلام عميق في قعدة حلوة مع حد بتحبه، ناس بتحبهم وبتفهمهم وهم كمان بيفهموك. فخليك فاهم ان اللوك ان مش معناه خالص ان انت تختفي من الدنيا وتقفل على نفسك وتقفل اكونتاتك وما تعملش اي حاجة غير ان انت تبقى حابس نفسك خالص. اللوك ان معناه ان انت ترجع لنفسك عشان تعمل اللي انت فعلا حابب ان انت تعمله، انك تبقى شخص كلمته ليها وزن مع نفسه، اختياراته مش عشوائية ووقتك مش مستباح. انت واحد عارف انت عايز تعمل ايه وعندك خطة ماشي عليها. والأهم إن أنت تبقى فاهم إن أنت مش متأخر، أنت في التوقيت الصح في المكان الصح دلوقتي حالا. والسنة اللي أنت هتدخلها بوعي هتطلع منها شخص تاني خالص، مش مجرد إن أنت تقسى على نفسك، ولكن إن أنت تكون أقوى وأوضح وأهدى وعارف أنت عايز إيه. وخليني أفكرك إن أنت لو فعلا بتحب حد تقدر تشير معاه الحلقة دي، لأن ده فعلا معناه إن أنت بتحبه ونفسك إن هو يعيش أحسن سنة في حياته، لأن هو يستاهل ده. وده معناه ان انت شايفه بالشكل اللي هو يستاهل ان هو يعيشه. وخليك فاكر ان انا بحبك وان انا واثق فيك وان انا عارف ان انت تقدر تعمل ده. كل الموضوع ان انت محتاج شوية خطوات صغيرة فوق بعض. كلام هيبقى طالع مني عشان انا صاحبك الانتيم. سلام.